هيا حلوين، كيفكن؟ ان شاء الله تكونوا بخير. يلا نجهز فطورنا لليوم. اليوم بدي اعمل كبسة. جبت عندي فليفل الوان، رح اقطعها ناعم. رح افرم فليفلة اورنج وصفرة وحمرة وخضرة، فرم ناعم. وهون عندي حبة بصل، رح افرمها كمان فرم ناعم. وهون كمان ضفت راس ثوم. عندي هون 3 حبات بندورة، رح افرمهم فرم ناعم واضيفهم على البصل والفليفلة. وهسه هون عندي بقلب الطنجرة حطيت سمنة وزيت نباتي، وحطيت عليهم بهارات صحيحة، لومي وقرفة وورق غار وهيل وقرنفل. وبعدين ضفت الفليفلة والبصل اللي فرمتهم فرم ناعم، وبظل احوس فيهم لحتى يذبلوا. وهسه بضيف البندورة يلي فرمتها ناعم. وضفت دبس البندورة. بعد ما تسبكت الخضرة مع بعضها رح اضيف الدجاج. وبعدين رح اضيف المي، رح اغرق الدجاج بالمي واغطي عليه واتركه لحتى يستوي. هون قبل ما يستوي الدجاج بشوي رح اضيف عليه جزر وبطاطا. وهسه رح اضيف البهارات، كركم وبهارات مشكلة وبهارات كبسة وشوية بابريكا وملح وفلفل. هون عندي كيلو رز حبة طويلة، رح اغسله وانقعه لمدة نصف ساعة. بعد نص ساعة من نقع الرز رح اشيل الدجاج وانزل كمية الرز اللي عندي على المي والخضار اللي كنت عمليتهم. وبعدين رح اضيف عليهم البهارات، كركم وملح وفلفل اسود وبهارات مشكلة وبهارات الكبسة حسب. استنى لحتى تنشف المي، وبس تنشف المي بغطي على الرز وبنوص تحته وبستنى لحتى يستوي الرز وبيكون جاهز. اما الدجاج فعملت له تتبيلة ورح احطه بالفرن لحتى ينشوي. وهون رح اعمل السلطة. اول اشي رح افرم الخيار فرم خشن، وبعدين رح افرم البندورة وافرم خس وبقدونس وكزبرة ونعنع اخضر. رح ابرش عليهم حبة جزر
والتتبيلة رح تكون ملح وليمون ونعنع أخضر وزيت زيتون. وهيك بعد ما استوى الرز ونشوى عندي الدجاج، راح اضيف عليهم لوز وزبيب. وهيك بتكون سفرتنا لليوم خلصت، وبتمنى تكون عجبتكم. ما تنسوني من اللايك والاشتراك. سلام.